بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ ببحث اليوم. مبحث اليوم تحت عنوان صوم عاشوراء طقوس يهودية. صوم عاشوراء طقوس يهودية، طقوس يهودية جاهلية وبدعة أموية. صوم عاشوراء طقوس يهودية جاهلية وبدعة أموية. صوم عاشوراء طقوس يهودية جاهلية وبدعة أموية. هذا هو العنوان. صوم عاشوراء طقوس يهودية وطقوس جاهلية وبدعة أموية. صوم عاشوراء طقوس يهودية جاهلية وبدعة أموية. أولا، في صحيحي مسلم والبخاري كما في كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء وغيره نجد أن صيام عاشوراء من طقوس الجاهلية الشركية الوثنية. صيام يوم عاشوراء، صيام عاشوراء من طقوس الجاهلية الشركية الوثنية ومن طقوس اليهودية الإسرائيلية. أين نجد هذا؟ في كتاب مسلم والبخاري، معناه في التراث السني، في تراث أمة الضلالة التي خالفت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالثقلين الكتاب والعترة. في صحيحي مسلم والبخاري كما في كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء وغيره نجد أن صيام عاشوراء من طقوس الجاهلية الشركية الوثنية، وقد أحياه وشرعنه معاوية كما هو معتاد في تأسيسه للدين الأموي الجاهلي الموازي المعارض للدين الإسلامي المحمدي الإلهي. هذا هو منهج الأمويين ومنهج مؤسس الملك العضوض، وهو تأسيس دين أموي جاهلي موازي معارض للدين الإسلامي المحمدي الإلهي. وبالتأكيد عندما يبدأ أمير التدليس، أمير النفاق، أمير البغي، أمير الصعاليك، أمير الطلقاء، أمير المنافقين، أمير النواصب معاوية، عندما يبدأ بالتدليس، يبدأ بالكذب على الله وعلى رسوله، فبالتأكيد ستشتغل الماكنة الأموية الإعلامية والمؤسسة الدينية الحوزة الدينية الأموية ومجلس الفتوى الأموي، وتبدأ بالتأمين على أكاذيب معاوية وبدع معاوية، ويبدأ الكذب على الله وعلى رسوله، فتوضع الروايات والأحاديث التي تؤيد وتشرعن ما قاله وما قام به معاوية والسلاطين من بني أمية وآل مروان. إذن في صحيحي مسلم والبخاري وغيرهما نجد أن صيام عاشوراء من طقوس الجاهلية الشركية الوثنية، وقد أحياه وشرعنه معاوية كما هو معتاد في تأسيسه للدين الأموي الجاهلي الموازي المعارض للدين الإسلامي المحمدي الإلهي. فجاءت وظيفة السلطة الحاكمة والأقلام المأجورة ومشايخ الضلالة في شرعنة صيام يوم عاشوراء بالتدليس والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جاءت وظيفة السلطة الحاكمة والأقلام المأجورة ومشايخ الضلالة في شرعنة صيام يوم عاشوراء بالتدليس والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك بلحاظ وقراءة الروايات في مسلم والبخاري وكذا باقي التراث السني، وينكشف ويتضح الواقع أكثر بلحاظ الطاغية يزيد وما اقترفت يداه الآثمة في عاشوراء كربلاء،
وهنا ستتكثف جهود أمة الضلالة في التدليس والتكذيب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تشريع صيام يوم عاشوراء إضافة لجعله يوم عيد واحتفال. إذن بلحاظ الروايات في مسلم والبخاري وفي التراث السني نتأكد بأن صيام يوم عاشوراء هو بدعة أموية أسسها معاوية وأمنها وشرعنها الجهاز الحاكم والسلطة الحاكمة والأقلام المأجورة والمشايخ الضالة المضلة الفاسدة المفسدة. وبلحاظ يزيد وإجرام يزيد وبما وقع في كربلاء على الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين تكون الصورة واضحة والدس أكثر ومؤكد ومضاعف، والكذب على الله وعلى رسوله، الكذب على الله ورسوله يكون أكثر وبصورة مضاعفة وأكثف. إذن أقول ذلك بلحاظ وقراءة الروايات في مسلم والبخاري وكذا باقي التراث السني، وينكشف ويتضح الواقع أكثر بلحاظ الطاغية يزيد وما اقترفت يداه الآثمة في عاشوراء كربلاء. وهنا ستتكثف جهود أمة الضلالة في التدليس والتكذيب على رسول الله في تشريع صيام يوم عاشوراء إضافة لجعله يوم عيد واحتفال. صوم عاشوراء من بدع معاوية والأموية. صوم عاشوراء من بدع معاوية والأموية. نبي الجماعة يشرعن الصوم من طقوس الجاهلية. نبي الجماعة يشرعن الصوم من طقوس الجاهلية. نبي مسلم والبخاري أخذ التشريع من اليهود والإسرائيليات. نبي مسلم والبخاري أخذ التشريع من اليهود والإسرائيليات. الصحابي يفطر عاشوراء بينما الأمة تصر على الصيام والضلالة. الصحابي يفطر عاشوراء بينما الأمة تصر على الصيام والضلالة. نبينا الأمين يخالف اليهود وأمة الضلالة تصر على العصيان والضلالة. نبينا الأمين يخالف اليهود وأمة الضلالة تصر على العصيان والضلالة. نبينا الأمين يخالف اليهود وأمة الضلالة تصر على العصيان والضلالة. صوم عاشوراء طقوس يهودية. صوم عاشوراء طقوس جاهلية. صوم عاشوراء بدعة أموية. صوم عاشوراء طقوس يهودية جاهلية وبدعة أموية.